اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير. فيديو النهارده ان شاء الله هيبقى خفيف لطيف ظريف بسرعه بسرعه كده لكل عشاق السبايسي. هو انا دخلت المطبخ علشان اعمل الطبق ده مخصوص، فيعني احنا عندنا هنا الولاد بيحبوه جدا جدا، بس طبعا بيحبوه كمان مش بالفلفل السبايسي ده. انا هعمله سبايسي، اضحك عليهم واقول لهم انا هعمله لكم يعني بارد وكده، فيتفاجئوا بقى ان هو سبايسي لاني انا عايزه سبايسي. خلاص، فدخلت اعمله. يلا بقى نشوف هنصوره ازاي. بيبقى طبق حلو جدا جدا. هو طبعا نوع من المقبلات بيبقى حلو، يعني بيبقى حلو قوي في الاكل. اعمليه بقى جنب اي حاجه مشويه، لحوم مشويه او اي اكل عموما هيطلع معاكي روعه. انا مش عايزه اعمله فيديو كبير الحقيقه، يعني بسرعه بسرعه كده. هنا معايا دي نص كوبايه من الزيت. احط بس نصها كده في قاع الحاجه اللي احنا هنستخدمها او اللي هنعمل فيها بالشكل ده. بصي بقى، جنب اي اكل زي ما قلت لك، جنب فول، جنب اي حاجه بيبقى روعه وسريع، مش هياخد معاكي وقت خالص. بصي دي طماطم انا قطعتها بالشكل ده مره واحده كده، نحطها مره واحده. ايوه ايوه كده. نحط بقى شويه من الفلفل، سوري، من الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. اظبطي الملح بتاعك. وكمان هحط رشه من الكمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مفيهاش مكونات كتير ولا حاجه، بس النتيجه بتاعتها بتطلع جميله قوي قوي. هنا بقى معانا الفلفل ده، انا عايزه اقول لكم وانا بغسله واقطعه يعني قعدت بقى اعطس وكده واصوات طلعت. بس بما اني يعني بحب السبايسي، مره من نفسي بقى اعمله. قطع الفلفل اي تقطيعه، هي مش فارقه لانه طبعا كله هيدبل مع بعض كده، بس هي بتعتمد على الفلفل هنا يكون اكتر من الطماطم كمان. تقريبا يعني عامله قد بعض. هي طبعا يعني عامله لهم بص برده كمان اهو فلفل رومي، بس برده ما يمنعش يعني نعمله سبايسي شويه. اللي مش عاجبه السبايسي يقوم بقى هو يدخل المطبخ كده في الساعه اللي احنا فيها دي، يتشطر كده ويعمل البارد. يا لهوي على الفلفل، فظيع فظيع. انا تقريبا دلوقتي هحطس. نعمله بسرعه بسرعه كده ونجري من المطبخ. بصي قطعي بسرعه بسرعه. وهو ده على فكره يا ريحته فظيعه، ريحته منفذه جدا. شايفين الاصوات؟ يلا مش مشكله، ما علينا. زي ما قلنا اللي مش عاجبه طبعا يدخل المطبخ هو في الساعه دي ويعمل بقى اللي هو البارد بتاعه ده. وهنا كمان هنحط باقي نص الكوبايه بتاعه الزيت، يديلها شويه زيت حلوين كده علشان طبعا هي هتستوي في الزيت ده. وكمان هنا معايا فصين من الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول بقى نوزعها شويه كده. هنرفعها على النار. اول ما هنلاقيها كده يعني سخنت كويس هنوطي النار وهتستوي بنفس الوضع ده. والطبق ده بصي هيبقى تحفه عندك، اكيد اكيد ان شاء الله. لو جربتيها تعتمديه عندك على طول على طول، هيبقى موجود عندك في التلاجة. يبقى طبق رئيسي مش طبق جانبي خالص او مقبلات. زي ما قلت لكم ارفعوا على النار، واول ما يستوي نرجع ونشوفه مع بعض.